مالكم يا ولاد، في ايه بقى المرة دي؟ يا ابونا الصراحة مينا ضربني. انا ما ضربتش، هي اللي استفزتني. تخيل يا ابونا كل مرة ارتب انا كوبايات الشاي وفناجين القهوة تروح هي مغيراهم كده. يعني ايه حضرتك الكلام ده؟ يا ابونا الصراحة أنا بعد 3 شهور تعارف اتجوزنا، وكنت وقتها فاكرة إن ربنا فتح الباب، بس طلع إن الباب مقفول ومينا اتنيل على عينه ودخل من الشباك. وهي كانت بتصلي وتقول له يا رب ابعت من عندك راجل، وانا الصراحة الجي بي اس هو اللي وصلني غلط فدخلت على طول. يعني انتوا الاتنين دلوقتي بتلوموا ربنا على اختياراتكم، هو كان فاتح الباب وانتوا دخلتوا لا مؤاخذة حافين يعني؟ أنا الصراحة عايز طلاق كنسي، مش نافع كده، كله ضرب وعنف وشتيمة وإهانة، مش هينفع كده. وانا كمان يا ابونا عايز طلاق كنسي، ومش مبسوط في جوازتي دي الصراحه. يا ولاد انتوا عارفين ان مفيش طلاق غير لعيله الزنا. طب يا ابونا وإيه الحل دلوقتي؟ بصوا من الاخر كده، كل واحد فيكم يعتبر التاني صليبه ويكمل بيه حياته وخلاص بقى. صليب؟ إزاي؟ يعني مشيئه ربنا في حياتنا صليب. الصراحه في ناس بتصلي وتقول لتكن مشيئتك، بس لما تحصل يقول لا دي من الشيطان بقى مش من ربنا. ونقول مسا مسا على الناس الكويسه والمتفلسفه والمتفزلكه. افتكر من حوالي 6 سنين كنا في اجتماع في مجموعه وكنا بنتناقش في موضوع الجواز والطلاق، وكان الحضور كلهم متجوزين ما عدا 2، انا كنت واحد منهم. وقائد المجموعه وقتها كان بيتكلم، فانا رفعت ايدي عشان اقول رايي، اقصد طبعا اتفزلك. لقيته فجاه بص لي من تحت النضاره وقال لي انت تخرس خالص. طبعا ضحكت كل الموجودين كمان. هو وقتها كان شايف اني ماليش حق اتكلم لاني مش مختبر ومش متجوز، لاني ما عنديش اي خبره او تجربه. لكن خلاص، جه الوقت بعد 6 سنين اني اتكلم. مش عشان اتجوزت ولا حاجه، عشان بس فاضي. يلا قوم بقى جهز فنجان اسبريسو، بس المره دي خليه دبل شوت، وما تنساش تجيب لي واحد معاك يا بخيل. اهلا بيكم في اول حلقه من برنامجنا فزلكه وشويه دردشه، اللي ناقش فيه مجموعه من الموضوعات الاجتماعيه والنفسيه والروحيه. لما قائد المجموعه قال لي اخرس، انا هنا بقى افتكرت كلام عمنا سي اس لويس في مقدمه الفصل اللي بيتكلم فيه عن الزواج المسيحي في كتاب المسيحيه المجرده، لما قال ان الموضوع صعب والناس مش بتحب تتكلم فيه. وهو كمان قال عن نفسه انه مش بيحب يتكلم فيه لانه مش مختبر ومش متجوز وقتها. بص يا سيدي، طبعا هتقول لي هتساوي راسك براس عمك، بس احب اقول لك ان انت كده كانك بتقول لي انه عامل زي الدكتور اللي ما ينفعش يشخص مريض عشان هو ما جربش المرض ده قبل كده. طبعا مع فرق التشبيه، اني هنا انا مش بتكلم اني دكتور بشخص حاله، لكن انا مجرد بقول رايي ممكن يطلع صح وممكن يطلع غلط. على فكره الراجل سي اس لويس لما كتب الكتاب بتاعه ما كانش لسه اتجوز، والراجل اتجوز على سن 60 سنه، وده برضو امل ليا. وبعدين عاش حوالي كام سنه بعد الجواز وما استحملش يا عيني واتكل على الله. مبدئيا كده، الجواز ده صنعة إلهية مش بشرية. الله عمله وهدف الأساسي منه إنه ما يكونش آدم وحده، ويكون في حد معين ليه. بالرغم إن وقت ما اتخلق آدم كان عايش لوحده تماما، وربنا كان معاه على طول، وكان هو تقريبا الوحيد اللي جرب شعور يعني ايه تعيش من غير اي ضغط او احتياجات او تحديات. يعني مفيش حاجه اسمها اشتغل تحت ضغط وستريس العلاقات والشغل، وطبعا وحوى شويه لغايه السقوط. لكن يمكن ادم ما تهناش يا عيني كتير بعد ما هي جت وخلينا ناكل عيش بقى. والله خلق وقتها الحيوانات ذكر وانثى، وبالرغم من كل ده ادم وقتها حس بالوحده، وكأن الله بدأ يحرك ويحفز عند ادم الاحساس والاحتياج لحد. فربنا قرر يخلق حواء لادم، وبالزواج والعلاقه الحميمه يختبر آدم لأول مرة علاج الوحدة بالاتحاد. وده كلام معروف ومحفوظ. لكن الموضوع مش بس كده، الموضوع اللي بعد تاني وهو اتحاد الله بالإنسان. إيه الكلام الغريب ده يا فزلوك الصغير؟ اصبر معايا شوية وانت تعرف. بس كمان في نقطة مهمة لازم تاخد بالك منها. بيقول سي اس لويس في النموذج المسيحي للزواج، الكتاب المقدس بيركز طول الوقت على انه الاتنين جسد واحد، زي لما تقول ان القفل والمفتاح مكنة واحدة، مش بس في الاتصال الجنسي وان كان هو اعمق صورة في الاتحاد، لكن كمان على كل المستويات. لكن في فضيلة مهمة جدا واللي بتضيع في موضوع الطلاق، اللي هي العدل والانصاف. وبيركز سي اس لويس على الانصاف وبيقول ان هو الالتزام بالوعود اللي قطعوها وقت الجواز. الوعود اللي قطعها الزوجين في الكنيسة دي اما تكون حقيقية او شكلية، واي اتنين في كامل وعيهم عارفين دي مش شكلية، على الاقل انها قدام الناس. كم وكم بقى لما تكون قدام الله. فكده لو حبوا ان هم يسيبوا بعض، فده معناه انهم اما خدعوا الناس او خدعوا الله، او الاتنين مع بعض، او انها كانت حاجة حقيقية بس اكتشفوا مع الوقت ان هم مش بيحبوا بعض او مش مناسبين، فقرروا يسيبوا بعض، وده معناه انهم مش ملتزمين بالوعود اللي قطعوها لبعض. ويكمل عمنا سي اس لويس ويقول لو الزوجين دول مش مؤمنين
الزواج الدائم، فالأفضل ليهم إنهم يعيشوا بدون زواج تحت ذنب الزنا من وجهة النظر المسيحية، وده مش هيفرق كتير لأنهم مش ناويين يلتزموا بوعودهم، كده كده كله ذنب واحد. كمان بيكمل سي اس لويس ويقول إنه الفكرة اللي بتقول إن دوام الحب هو السبب الوحيد عشان الجواز يكمل، الفكرة دي مش بتسيب مجال إن إحنا نشوف الزواج ده على إنه عهد أو وعد. فلو كان الحب هو كل حاجة، فالوعد هنا ملوش لازمة، والأفضل إن محدش يقطع وعود، بالرغم إن كل الوعود تتقال وقت الحب، وكل اتنين بيحبوا بعض فاهمين كويس إنه وقت المشاعر دي بشكل تلقائي بيقطعوا الوعود لبعض عشان يربطوا نفسهم بالوعد، وكل أغاني الحب فيها نذور بالوفاء بالوعود اللي قطعوها. وقتها الوعود مش بتكون باستمرار المشاعر، لأن محدش يضمن استمرار المشاعر، لكن بتكون إني هفضل معاك وأحبك طول العمر بالرغم من كل الظروف. الوعد ليه علاقة بحاجات أعملها، مش مجرد ضمان للمشاعر. نيجي بقى للسؤال المهم، هو ايه لازمة انه اتنين يكملوا مع بعض والحب اللي بينهم انتهى؟ طبعا الإجابة البديهية انه استمرار الأسرة والعيلة، ده سبب اجتماعي عشان الأولاد وحماية الأسرة كلها وحماية المجتمع، وده طبعا صح اجتماعيا في حال الاتنين قرروا انهم يخرجوا بره ذواتهم ويكرسوا حياتهم ووقتهم لأولادهم. بس في الواقع مش ده اللي بيحصل فعلا. لكن في سبب تاني سي اس لويس بيقولوا ان احنا ببساطه بنعرف نفرق بين الكويس والوحش، لكن في تصنيف تاني احسن بكتير، والتصنيف ده اهم لانه بنفرق بين الجيد والاجود والاكثر جوده، وبين السيء والاسوا والاكثر سوءا. الحاله اللي بنسميها الوقوع في الحب دي حاله كويسه، لان بتخلينا كويسين وكرة وجدعان مع الطرف التاني، لكن مشكلتها انها مش بتستمر وتدوم، وكمان مشكلتها ان دي مجرد مشاعر. مفيش حد هيفضل في حالة الوقوع في الحب دي 5 سنين مثلا، هتعمل ايه في شغلك وصداقاتك وعلاقاتك؟ لكن النظرة المسيحية بتقول انه بالمحبة هتكمل، وهنا المحبة مش مجرد شعور، المحبة هنا وحدة قوية بتحصل نتيجة الإرادة. الزواج المسيحي بيكمل بالنعمة في اللحظات اللي فيها محدش عايز يكمل. هنا بقى يجي دور المحبة، مش مجرد الوقوع في الحب اللي بتخلينا نكمل ونفي بالوعود بتاعتنا اللي قطعناها وقت الجواز. فبنشوف بالمحبة انتصار لفضيلة تانية وهي الإنصاف، أي الالتزام بالوعود. لكن للأسف إن اللي بيحصل بعد فترة إن حالة الحب دي مش بتستمر، فيفكروا إنهم ارتكبوا غلطة وإن هم اختاروا غلط، وبالتالي الطلاق هو الحل. في الواقع المشاعر مش بتستمر، وكل ما نجرب نوع مشاعر معينة ونتخيل إنها أحلى حاجة في الدنيا، نكتشف بعد وقت إننا ملينا من الحاجة دي وعايزين نجرب حاجة تانية مختلفة عشان اتعودنا عليها، وعايزين ندور على حاجة تانية مختلفة تشبعنا أكتر. فمثلا لما بنسافر لدولة لأول مرة سياحة مثلا، بنختبر وقتها إحساس من الفرح والمتعة والنشوة بدرجة كبيرة جدا، لكن لو قررنا نعيش فيها بعد شوية هنحس بالملل وإن إحنا عايزين نغيرها. نفس الفكرة في الزواج، بعد فترة بيبقى في مشاكل وفي ضغوطات، بنمل من الشريك بتاعنا، وقتها ممكن يظهر فجأة شخص غريب نعجب بيه ونختبر معاه مشاعر مختلفة مش عايشينها مع الشريك بتاعنا. وقتها بنفكر ان احنا اخترنا غلط، والتجربة بتقول ان احنا لما بنقرر نسيب الشريك بتاعنا ونروح نرتبط بشخص تاني، بعد فترة بنعدي بنفس التجربة ان احنا نمل منه وعايزين نسيبه ونجرب شخص تاني. طبعا في نقطة تانية الناس بتتكلم فيها، انه لما تختار الشريك الصح ده معناها ضمان لاستمرارية الجواز، وبالتالي الزواج هيكمل على طول لانه معتمد على الاختيار الصح. عايز افاجئك واقول لك جمله قالها الدكتور ماهر الضبع من فتره صدمتني شخصيا، وكان بيقول احنا كدكاتره نفسيين ومشيرين بنقول في العيادات والاستشارات، بنقول الكلام دوت للناس المقبله على الزواج عشان تتاكد، عشان تركز وهي بتختار شريك حياتها صح. لكن هو بيكمل ويقول في الواقع ده وهم، احنا كده كده بنختار غلط. شايفك اتخضيت، ايوه انت اللي متجوز هناك، راجع نفسك راجع اختياراتك. الاشكاليه اللي عندي في موضوع الطلاق ان احنا احيانا كتير مش بناخد بالنا ان في فرق بين تعاليم المسيح للناس اللي بتتبعه ومؤمنين بيه فعلا واللي قرروا يتبعوه ويلتزموا بتعاليمه، وبين الناس العاديه اللي مش مهتمه اساسا تعمل علاقه مع ربنا ولا تلتزم بتعاليمه. فنقول لهم احنا كمسيحيين ان مفيش طلاق ونلزمهم ان يكملوا الجواز ده، وبعدين بتحصل المشاكل اللي منها عنف وقتل وكل ده، او الموت النفسي للطرف الثاني بسبب ان هم اساسا مش ملتزمين بتعليم المسيح. والسبب اللي خلاهم يكملوا الزواج بتاعهم عشانه اللي هو الأولاد، هو في الواقع بسبب بعدهم عن ربنا ومفيش علاقة شخصية بربنا، هو ده السبب الحقيقي ورا تدمير الأسرة وإنهم يطلعوا غير أسوياء. يعني كده ميت وكده ميت، أو كده خربانة وكده خربانة. الحل من وجهة نظري لازم نفرق بين الزواج المسيحي اللي فيه اتنين قرروا إنهم يلتزموا بكل تعاليم الكتاب والمسيح وإنه ليهم علاقة بربنا، وبين الزواج المدني اللي بيسمح لهم الطلاق وإنهم يعيشوا براحتهم خالص.
وقتها مفيش إلزام عليهم بتعليم المسيح، كده كده هم عايشين لنفسهم ومش ملتزمين بتعليم المسيح كلها ولا ليهم علاقة بربنا. الشخصين اللي هيقرروا إنهم يتجوزوا هيختاروا إما يتجوزوا عن طريق الكنيسة أو في الكنيسة ملتزمين بكل حاجة. وقتها أنت ما ينفعش تلزم الكنيسة أو تضغط عليها عشان تطلق، لأنك وقتها اخترت بإرادتك إنك تتجوز بناء على عقيدة الكنيسة ومبادئها وإيمانها، يعني اخترت إنك تتبع تعليم المسيح. أو يتجوزوا مدني ويلتزموا برضه بالقانون المدني. من وجهة نظري بإجبارنا إن نلزم الناس تلتزم بتعاليم معينة زي ما فيش طلاق ونديهم مسكنات زي إنه اعتبر شريكك ده صليبك، بنكون قررنا بدون قصد أو حتى بقصد إنه ندمر حياة شخص تاني. طبعا في فرق بين الطلاق والانفصال. في الفيديو اللي جاي حابب أوضح يا فزلوك الصغير، كمان حابب أوضح رأيي في الآية اللي بتقول ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. وما تنساش تعمل لايك للفيديو ده لو عجبك، ولو ما عجبكش تعمل له شير، وهستناكم في فزلكة وشوية دردشة.